صباح او مساء الخير حسب الوقت اللي انت بتشوفني فيه دلوقتي. الساعة 7:30، الحمد لله صلينا الفجر وقلنا الأذكار يعني عشان ورانا امتحان النهاردة. اليوم ان شاء الله هيبقى شاق ومليان حاجات كتير. ان شاء الله هاخدكم معايا النهاردة، الواحد لازم مستعجل، فان شاء الله نخلص الامتحان وهنروح الايفنت، فورانا حاجات قد كده ان شاء الله. الحمد لله خلصنا دلوقتي الامتحان كان حلو جدا. يعني تقييمي للامتحان مثلا 6 من 10 الصراحة. في حاجات كانت واقعة مني كتير، فالحمد لله يعني خلصت الامتحان. قلت حاجة خفيفة كده اهوت، طلعت على مدينة نصر عشان المكان هناك جنب استاد القاهرة، عند معرض القاهرة المغطاة. فمتوجهين الآن. بص شوارع مدينة نصر أقصى ما رائعة هنا، شامم أكسجين كده اهوت، فاهم اللي هو الريحة. الجو أقصى ما رائع. هو المفروض هناك هو ده المكان وده قربنا نوصل، وانا كل ده ماشي. دمار الصراحه. انا الواحد مش عارف يعمل ازاي، يعدي ازاي دلوقتي. والجو متوجهين الى المعرض. الصراحه الواحد في المعرض دوت عايز يتعرف على ناس، يعمل كوميونتي جامده، فاهم اللي هو انا رايح عشان ناس معينه مثلا او حاجه، لا انا عايز اتعرف على كله، علاقات كده اهوت، بحيث ممكن يفيدوني كده اهوت. وكده كده العلاقات فاهم بالذات في المجال ده هوت تفيد بعض. يعني مثلا ده انا عارف ده ممكن ارشحه وده يرشحني، تبقى ماشيه بالنظام كده اهوت. فالصراحه دي اكثر رائعه. نفسي الصراحه لو اقدر اخرج النهارده معايا، اخرج معايا عميل، يعني اللي هو انا اعمل له خدمه ولا اي حاجه. انا كده كده عندي خبره ماركتنج عامه، فالصراحه عندي افكار كتير. لو عرفت اخد واحد حتى لو بدون فلوس يفرق معايا جدا. بس ان شاء الله ربنا يرزقني كده اهوت بخير، يعني يديهولي يعني. ودلوقتي دخلنا الاستاد الحمد لله. الاستاد كبير، بص كبير قد ايه. ده لسه ايه، احنا لسه ما دخلناش جوه، ده احنا لسه ايه الحاجات السطحيه كده اهوت. انا عايز اخش اصلا، لسه امشي يمين تاني، امشي ماشي قد كده اهوت عشان اوصل يعني هناك. اخيرا خلاص هنخش بقى. ازاي بقى ننط الناحيه التانيه ولا نعمل ايه؟ بس مش عارف انا. بص مش عارف فين خالص. بص كده اهوت. انا دخلت فين؟ تحس ان المكان دوت بتاع مارد وشوشني، فيلم شركة المرعبين البحر. محدود. بص فين الاستاد؟ بص مفيش حد خالص. واخيرا وصلنا المكان بعد ما توهنا في الاستاد. طبعا ما كانوش حاطين اي علامات خالص. الحمد لله وصلنا بقيت الاستاد. اكبر قدر من المعلومات للناس، فاهم اللي هو لازم فاهم اللي هو هنا في ناس جامده، اللي هو لا ده تخرج منهم بمعلومات حلوه. بس ودخلنا هناك خلاص اخيرا بعد معاناه شاقه. طبعا ميكانيك جميل هو عاوز يلعب فيه، بس هو ما بيطلعش فكره جيم. فالبي جي ده الهدف منه ايه؟ ان انت عندك شويه اسئله قوية جدا جدا. بتلاقي ان الحاجة دلوقتي عادية يا عم مش مهم نتفق على كذا دلوقتي، وتلاقيها بنسبة 90% هتوصلك الى ان احنا هنتخانق قدام، ما انتش شايفها دلوقتي. خلي حاجه زي كده مين ستريم، خلي حاجه زي كده ما فيهاش اي في اللانجوج اللي بتتكتب بيها البرودكت، او فاهم في الاركتكتشر بتاع البرودكت، او عنده المايند سيت اللي تخليه سكيل البرودكت ان ترمز اوف تكنولوجي او يوزر اكسبيرينس. الامور بتخص المانجمنت والليدرشيب وهكذا. لغايه دلوقتي بشوف سي اوز عنده 500 موظف وعايز يشتغل بايده في كل حته. ليه؟ لان هو خايف يفقد السيطره. فالاكشن بلان ديزاينر اللي انت ازاي بتديزاين او بتصمم الاكشن بلانز بتاعت الديبارتمنت. 3 تيم بيلدر، ازاي ببني التيمز، ايه الاشخاص اللي انا طالبهم، لو هم صغيرين ازاي اربيهم على ايديا. يعني معينه لما نحط في السياق وصل من يمين هيطلع حاجه ثانيه خالص الناحيه الثانيه. في حقيقه الامر البيهيفير بتاعنا هو ترجمه اصلا اليوم على كده اهوت المعرض خلص. المعرض كان اكثر من رائع وتعلمت من ناس كتير. الحمد لله قدرت اتكلم مع ناس الصراحه كنت مش متخيل اني اقدر اتكلم معاهم. فان شاء الله باذن الله نروح البيت وهنشوف هنعرفكم اتكلمنا على ايه، مواضيع مهمه جدا عن رياده الاعمال وكده اهوت. ان شاء الله اركب المترو متوجهين الى المنزل. أول حاجة اتعلمتها في مجال ريادة الأعمال عامة، اتكلمت مع دكتور محمد خضر. اتكلمت معاه قلت له طب أنا دلوقتي في سن صغير، ازاي لو أنا مثلا عايز أبقى رائد أعمال مثلا أخش في مجال البيزنس وكده هو قال لي أنا على طول برشح للشباب إن هم يخشوش على طول مجال ريادة الأعمال. ليه بقى؟ عشان في مجال ريادة الأعمال هو زي البحر، حاجة واسعة جدا. فأنت لو دخلت ممكن تغرق وكده، لو خرجت بمكاسب منه
بيبقى لسه عندك في ريسك كتير، لسه مش متعلم كتير، ممكن تتعلم حاجات بس لسه في البذرة مش موجودة. الواحد المفروض يتعلمه، يبدأ أنا كشاب دلوقتي أتعلم مهارة. أول حاجة يتعلمها، خدت المهارة خلاص أطبق أشتغل بقى في أي شغلانة، بحيث إني أعرف المهارة دي بعد بقدر أوظفها إزاي، أشتغل بيها إزاي. مينفعش أفتح بيزنس وهي أصلا أنا مش عارف إزاي أوظفها، تمام؟ فلما عرفت خلاص اشتغلت عندي خبرة، أبدأ بقى إيه الستارت اب بتاعي، مثلا أخش في البيزنس، أعمل ايجنسي، أعمل حاجات زي كده بحيث إنها إيه اقدر اتطور فيها بعد كده ولو حبيت ارجع مثلا اني خلاص ما ظبطش معايا مجال البيزنس، او ممكن ارجع عادي خلاص انا كده كده لسه معايا خبره ومعايا اشتغلت هنا وهنا، ممكن اكمل ابقى موظف تاني. تاني حاجه اتعلمتها ان السوشيال ميديا مجال واسع، ولازم الواحد يتعلم ازاي يعرف يستثمر فيه، ازاي يطلع منه فلوس. الناس كلها بتطلع منه فلوس دلوقتي. انت كشخص قاعد بتتفرج عليا، بتتفرج على غيري، انت منتج في بحر مليان ناس بتبيع حاجات. اي صانع محتوى ده تلاقيه بيبيع لك اي حاجه، بيبيع لك كورس، بيبيع لك نوت بوك مثلا، بيبيع لك اي حاجه تتخيلها تلاقيه بيبيع لك، لعب بيبيع لك اي حاجه، بحيث انه ده بيزنس بتاعهم، فاهم؟ اللي هو مش هيعيش على اليوتيوب بس، بيعيش على مصدر دخل تاني. دي ابرز الحاجات يعني اللي اتعلمتها هناك في المعرض، وفي حاجات دي اكيد اتعلمتها تاني يعني كده خفيفه. يعني هو ده اللي اتعلمته، ان شاء الله هكون فدتكم، وان شاء الله هنلاقي بقى ايفنتات تاني وكده. متنساش اللايك والاشتراك في القناه. سلام.